السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم نونا من قناة حياة نونا. النهاردة بقى ايه، هنعمل حاجات كده روتين خفيف. ورايا يعني بعض الحاجات كده مخلصتهاش، فقلت ايه اعمل لكم كده روتين خفيف كده وبسيط. عارفين لما يبقى وراكم كده ديول للحاجة، ديل كده للحاجة، عايزين كام حاجة كده عايزين تخلصوها، هو الروتين ده بتاع كده. بصوا بقى، اول حاجة كده انا ايه صاحية طبعا الصبح، عملت حاجتي وكده، وولعت على الفول كده ادمسه. بحب ادمس الفول في البيت، نفطر بيه بقى. اليوم كده مفيهوش اكل، ناكل اكل شعبي، فاهمين؟ تعالوا اوريكم. هنا بقى إيه، انا برضو غسل المواعين الصبح اهي، بس ايه هنا بقى ايه شوية حاجات كده برضو هنغسلها مع بعض، وتعالوا بقى نشوف الفيديو هيمشي ازاي. زي ما يمشي انتوا هتمشوا معايا. يلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هبدأ بقى كده الفيديو معاكم بالمواعين اللي في الحوض. زي ما انتوا شايفين حاجات بسيطة جدا هنعملها برضو مع بعض، عشان ايه نخلص كده بالحوض. ولو عايزين نحط بقى في اي حاجة كده ايه يبقى فاضي. طبعا المواعين ما بتخلص، ولا الحوض بيخلص، ولا المطبخ بيخلص. حياة مستمرة، تحسي حتى لو انتي لسه عاملة المطبخ ساعة بالظبط، ساعتين تلاقي الايه في مواعين والدنيا عايزة تتروق في المطبخ. فسبحان الله تحسوا ان المطبخ ده ايه، وكالة من غير بواب. اللي عايز يعمل فيها حاجة بيعملها. يعني بصوا ما بيخلصش يا جماعة والله. حتى لو انت عاملة فيه كل حاجة ومروقة ومنضفة الشفاط والمطبخ بتاعك وي هتلاقي تاني يوم حاجة انت بتعمليها، حاجة ما اتعملتش، حاجة عايزة تتعمل، حاجة توسخت. يعني سبحان الله ما بيخلص. بس بنقول ايه الحمد لله ان في حياة، في دايما في خير كده عندكم ان شاء الله. دايما الحياة مستمرة، فسنة الحياة هنعمل ايه. بصوا بقى انا كده ايه اهو بدأت ايه اخلص الطبقين بقى اللي في الحوض دول. هي مش حاجات كتير، بس انتوا بقى هتشوفوا في الفيديو. يعني ايه مش هحرق لكم الفيديو، انتوا هتشوفوا بنفسكم. او انا كده ايه خلصت المواعين. طبعا ايه هنزل بقى ايه المية اللي على الرخامة كده حوالين الحوض بقى، وعشان ايه ما يبقاش فيه صابون وكده حوالين الحوض. تمام زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلصنا كده الحوض. بصوا بقى الفيديو ده يعني برعاية ايه دي. عارفين لما يبقوا عندكم ديل كده في كل حاجة. بصوا دي كانت 3 منجات كده عندي في التلاجة اتركنوا، فاهمين؟ وعارفين بقى اما انتوا تكسلوا عن حاجة انتوا عايزين تعملوها. فقلت خلاص ان الفيديو ده اخلص فيه كل الحاجات اللي ورايا اللي هي ايه ممكن تبوظ، فخسارة ان هي تبوظ والحاجة غالية زي ما انتوا شايفين. انا كنت نقعاهم بصراحة بالمية والخل، فقلت خلاص انا الاوان بقى ان انا ايه اقطعهم كده وايه واعملهم عصير. يعني سواء بقى ايه اشيلهم في الفريزر او اعملهم عصير هنشوف مع بعض. او زي ما انتوا شايفين كده بقى جبت الادوات بتاعتي. واسهل طريقة تعملي بيها المانجا بصوا تقطعيها نصين كده، لو انت عايزة بقى تفرزيها او تعمليها عصير. تقطعيها كده نصين، وبعد كده تجيبي بقى بالمعلقة بظهر المعلقة كده ايه وتفضلي تشيلي كل اللحم اللي في المانجا. طريقة بسيطة يعني، فاهمين؟ قلت بقى اخلص منها بصراحة. يعني كان بقالها بتاع يعني كام يوم كده في التلاجة ولا 4 ايام، فقلت لا خلاص خفت بصراحة لا تبوظ والحاجة غالية. عشان يعني بصراحة انا ما بحبش ارمي حاجة او ما بحبش افتري على الحاجة. وانا من نوعية الناس اللي ما بحبش الحاجة تبوظ في التلاجة مني، فاهمين؟ يعني اللي هو ايه اركنها في التلاجة كده وتبوظ واجي ارميها، طب ما خسارة ما هي بفلوس. فقلت لا خلاص بقى ايه نعملها عصير كده او حاجة، عشان لو طريت اكتر من كده مش هتبقى حلو خالص. بس فخفت بصراحة لا تضرب، فقلت بقى ايه اعملها واخلص. وبصراحة انا فتحتها لقيتها زي الفل ما فيهاش اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده. فقلت اخلص منها وايه ودي حاجة اتشالت من عليا. انتوا فاهمين لما يبقى في حاجات كده في التلاجة وراكوا شايلينها مثلا، وقلتوا هتعملوها جه اليوم التاني ما عملتوهاش، جه اليوم التالت ما عملتوهاش. لا خلاص بقى هو ده النهارده روتين كده نخلص فيه الحاجات اللي كانت ورانا، وكل حاجه ليها ديل كده نخلصها. عشان يعني اما الحاجه بتقعد في التلاجة بتبوظ بصراحه.
بس فقلت بقى ايه اعملها معاكم، وبرضو نشوف هنعمل ايه في المطبخ عشان ايه نخلص بقى من اللي علينا وايه، ونشوف حالنا كده. زي ما انتوا شايفين كده اهو، برضو جبت البذرة بتاعتها بظهر المعلقة برضو، ونزلت كل اللحم اللي عليه. طبعا احنا غاسلين ايدينا، وكل واحد في بيته بيعمل بايديه. هتقولي لي طب ليه يا نونا ما لبستيش جوانتي؟ الجوانتي هيقعد يزحلق المانجا ذات نفسها، يعني هي اساسا في ايدي بتزحلق، ما بالكوا بقى بالجوانتي. بس فنصيحة مني، لو عندك حاجات بقى في التلاجة ايه طلعيها كده. لو انتي مثلا هتفرزي حاجة، تقطعي حاجة، تغسلي حاجة، لو عندك حاجة قربت تبوظ، ليمون مش عارف ايه، لا شيلي كله بقى في الفريزر. يعني الليمون حتى لو انت عندك مثلا ليمون في الفريزر، شيليه كده صحيح ايه في الفريزر بيتحفظ، وفي نفس الوقت اللي لو انت عايزاه بعد كده بتطلعيه وتستخدميه عادي. بس زي ما انتوا شايفين كده اهو. يلا بقى لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، اشتركي في القناه، وان شاء الله ايه تعجبك القناه بتاعتي، وعايزاكي تدعميني وتحطي لي لايك للفيديو. وبس. ولو انت بقى ايه مشتركه معايا اساسا في القناه، حطي لي لايك للفيديو وكومنت حلو كده زي قلبك الحلو، وشكرا جدا لدعمكم وكلامكم الحلو ليا. بس بقى كده. بصوا بقى، انا لقيت المانجا كتير بصراحه، فقلت خلاص هشيل كيس واعمل الباقي. يعني هحفظ كيس كده في الفريزر، واعمل ايه الباقي عصير. زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي كده اول حاجه من الحاجات اللي كانت عليا بصراحه، شايله همها. طبعا اكيد كلكم كده، يعني بتبقى في حاجات واقعه منكم في التلاجة، يعني في حاجه عايزه تقطع، بتنجان ناسينه في التلاجة. عارفين الحاجات دي اللي هي بتبقى ايه، خايفين تبوظ في التلاجة، هي كده. هنا بقى جبت الخلاط بتاعي، وقلت بقى ايه نعمل العصير، واحطه في التلاجة كده. الجو برضو الدنيا لسه حر، فاللي عايز يشرب يشرب. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حطيت ايه ميه ساقعه كده، واحط السكر. طبعا انت بقى عايزاه خفيف تقيل، دي بتاعتك انت. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ونضرب بقى في الخلاط. سامحوني يا جماعه لو انا صوتي مغلق، او صوتي او كل شويه مثلا بفصل واعد الحاجه تاني، لان انا اساسا يعني ايه الايام دي صوتي وجعني وبكح كتير، فتلاقوني مثلا بفصل وارجع ايه اعمل ريكورد تاني. فسامحوني يعني، وادعولي برضو بالشفاء يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت كده شوب، وقلت بقى ايه افرغ فيه المانجا. اهو زي ما انتوا شايفين اهو. هعمل بقى ايه برضو، كان في شويه صغيرين هعملهم برضو، اكمل ايه الشوب بتاعي، واحط برضو ميه والسكر بتاعي. يلا بقى انتي ايه لو بتتفرجي كده على الفيديو، قومي كده اعملي لك ايه كوبايه شاي، وقعدي بقى اتفرجي على الفيديو وتشجعي، وقومي اعملي حاجه بجد والله. لو انتي حاطه حاجات في التلاجة ونساها وقربت تبوظ، لا روحي كده افرزي التلاجة بتاعتك وشوفي فيها ايه. حرام، الحاجه غاليه، الخضار غالي، الفاكهه غاليه، كل حاجه غاليه، فما تخليش حاجه تبوظ وانتي تشيلي ذنبها. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بقى، طول ما احنا واقفين في المطبخ، او انا طول ما انا واقفه في المطبخ بغسل مواعين. يعني انا عملت العصير خلاص، هغسل الحاجه بتاعته، عشان لو كومتها في المطبخ هلاقي بعد كده بقى الشويه اللي انا وقفتهم في المطبخ دول مواعين قد كده، وقفلت لي الحوض وكل حاجه. فانا عشان الحوض كمان بتاعي مش كبير، فايه قلت لا، مادام بعمل حاجه انا متعوده على كده، مادام بعمل حاجه بغسل المواعين بتاعتها على طول. اصل بصي، هتكومي مواعين على مواعين، هتلاقي المواعين عندك قد كده في الحوض، فهتستثقليها بقى. لكن الحاجه كده اوام اوام خلاص، فاهمين؟ اهو نغسل بقى ايه الشفشق بتاعنا برضو بتاع الخلاط اهو. تروحوا ملاحظين عشان هو ازاز ما بغسلوش بالسلكه،
يعني دورت الليفه كده وغسلتها بيه اهو زي ما انتم شايفين كده. وروحوا برضو شوفوا الفيديوهات اللي قبل كده هتستفادوا جدا. يعني انا عامله لكم برضو قايمه بالقوام يعني تشغيل وكده، فاللي عايز اكلات، عايز روتين، عايز شورتس، عايز بس مباشر، روحوا اتفرجوا على اللي تعجبك. ومقسمه برضو ايه الحاجه بتاعتي كده في الايه في قوام التشغيل اهو زي ما انتم شايفين. خلصت المواعين، ودي ازازه كانت عايزه تتملي كده، قلت املاها بالمره واحطها في التلاجة اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. عارفين الحاجه اما بتبقى تقيله امتى؟ الحاجه اما بتكوميها عليكي وتلاقيها كتيره في الاخر. تاني بقى حاجه من الحاجات اللي كانت ورايا بصراحه، ده فلفل. عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه تحفه تحفه. هتبصوا للفلفل وهتقولوا ده لسه جاي. بصوا والله بجد انتوا هتبصوا للفلفل وهتقولوا لسه جاي. لا، الفلفل ده بقاله كام يوم في التلاجة بجد والله، بقاله كتير في التلاجة. الطريقة دي بحفظ بيها الخضرة على طول، وانا عامله لكم برضو فيديوهات ازاي تحفظي الحاجات في التلاجة. روحوا شوفوها هتلاقوها ان شاء الله تعجبكم. هنا بقى برضو ايه، خدت الفلفل ده وقلت ايه، لا انا عايزة افرز شوية فلفل كده حراق، فنقعته برضو بمية وخل عشان ايه افرزه في التلاجة في الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده بقى ايه، ما غسلته بصوا زي الفل اكنك لسه منقياه وجايباه من السوق طازه اهو زي ما انتوا شايفين كده. والله الفلفل جميل 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 ما شاء الله. الفلفل ده بقى يعني ايه بعمله وبحطه ايه في الاكل، فاهمين؟ او زي ما انتوا كده شايفين. هبدا بقى ايه اقطعه طبعا في ناس بتحطه صحيح كده، لا انا بقطعه بصراحه وبفرزه على طول في الفريزر. ايه بحطه بقى على الاكل المحشي اي حاجه سخنه يعني، فاهمين كده اهو. هبدا بقى اقطع كله كده. طبعا بتقطعي التقطيع اللي انت حباها يعني، احنا مش بنفرض حاجه عليكم ولا حاجه، لا بتقطعي التقطيعه المناسبه ليكي اهو. انا بحب اقطعه قطع صغيره كده عشان لو حطيته في الاكل بينه وبينكم بيدي للاكل كده طعامه وبيحلي الاكل. يعني اللي بيحب، انا بتكلم للناس اللي بتحب ان الحاجه الحراقه، الاكل الحراق بصراحه بيدي كده نكهه كده، وسبحان الله الفلفل بياكلك. يعني في طبعا ناس ما بتحبش الحاجه حراقه ولهم كل الاحترام، عادي ده اذواق في الاكل. وبرضه في نفس الوقت ما نكترش من اكل الفلفل، يعني كتر اكل الفلفل ده برضه غلط، او الحاجات الحراقه على طول على طول على طول دي غلط اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. هقطعه بقى كده عشان ايه، بصوا ما بيحصلوش اي حاجه، ممكن يقعد سنه اكتر من سنه والله في التلاجة ولا اي حاجه. يعني انا بقى ايه بخليه كده وبستخدمه بقى في الفتره اللي ايه، طبعا الشتاء ما فيهاش فلفل حراق فبستخدمه بصراحه الفتره دي اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. وقولوا لي برضو طريقة التصوير دي حلوة، ولو في حاجة في الفيديو مش عاجباكم قولوا لي. انا عادي يعني يا جماعة بتقبل كل النقد وكل حاجة يعني اهو زي ما انتوا شايفين كده. ما دام الحاجة بنقولها باحترام وباسلوب كويس خلاص ما فيش مشاكل، وانا بعتبركم والله يعني اخواتي واصحابي، فعادي يا جماعة. يعني لو كتبتولي كومنت كده في نقد او حاجة انا مش هزعل ابدا، بالعكس ممكن اعدل الحاجة اللي هي مش عاجباكم اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا قطعته هو كله بصراحة، عملوا شوية حلوين قلت بقى ايه اشيلهم. هنا كنت تقريبا بجيب بقى الاكياس اهو. طبعا حطيت المواعين تاني في الحوض، شايفين طول ما انت واقفة في المطبخ في مواعين، بتخلصي حاجة تلاقي مواعين، فالمواعين ما بتخلص اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. جبت بقى الكيسين كده ونسيت اقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا جدا.
اوعي تنسي تلبسي جوانتي في ايدك بجد والله. اوعي تنسي ما تلبسيش الجوانتي، عشان غلط قوي قوي ان انت تعملي فلفل حراق بايدك. يعني بصي، حطيتي ايدك على عينك هتحرقك موت، حطيتي ايدك على بشرتك على وشك هتحرقك موت موت موت. نصيحة مني، مادام بتقطعي فلفل حراق البسي جوانتي. يعني مش لازم بقى الجوانتي الطبي والجلافز الطبي والكلام ده، لا، هاتي جوانتي طبي، جوانتي كده اللي هو الاكياس البلاستيك عادية جدا، مش عارفة الكيس ب15 جنيه ومش عارفة ايه، خليه معاكي كده في المطبخ عشان تستخدمي الحاجات دي. فنصيحة مني ما تعملوش الفلفل كده بايديكم بجد والله، بيحرق موت موت موت، وبالذات الفلفل حراق جدا. او زي ما انتوا شايفين بقى ايه، هشيل الحاجة دي كده، هروح اشيل الكيسين دول في الفريزر، وانا كده ايه الحمد لله خلصتهم قبل ما يبوظوا. انتوا عارفين بقى لما بعمل الحاجات اللي هي بتبقى ورايا دي ومش عايزة تخلص برتاح بجد والله، يعني برتاح قوي، بحس ان كان في حاجات في التلاجة وممكن انساها بقى، فاهمين؟ فقلت لا، على ايه، قومي يا بنتي كده جدعاني كده وتشطري واعملي بقى الروتين مع حبايبك وخلصي الحاجة اللي عليكي. هنا برضو بصوا غسلنا مواعين كام مرة، عدوا بقى. بصوا بقى، انا خلصت الفلفل وقلت اغسل الحاجة بتاعته. مش عايزة اقول لكم ريحة الفلفل وريحة الاطباق مطرح الفلفل كانت بتطلع، يعني انا بصراحة كانت بتحرق لي زوري. فالحاجات دي يا جماعة كنت ناسياها بقى ومكسلة عنها، فقلت لا، انا الاوان بقى، قومي اعملي حاجتك وخلصي حاجتك وعشان الحاجة ما تبص. بس كده، فالحمد لله عملناه على خير، وانتوا بصراحة بتشجعوني لما بعمل الحاجة معاكم وبتشجعوني. لكن ممكن طول ما انا مثلا وانا قاعدة كده ومش هكدب عليكم بقى واقول ايه لا مش هعملها، لا هعملها، بس ايه يعني بالكاميرا بتشجعوني زيادة بس. بصوا، ودي كده كده حاجة عليكم، يعني هتعمليها هتعملي حاجتك هتعمليها، يعني سيبكوا بقى من اللي بتقول انتوا ما بعملش حاجة غير قدام الكاميرا وكده، لا، انتي كده كده ربة منزل او كده، بصي حاجتك هتتعمل، انتي اللي هتعمليها، لو ما عملتهاش هتزيد عليكي. ما عملتيش المطبخ النهارده هيزيد عليكي. مواعين ما غسلتهاش النهارده هتزيد عليكي، هتبقى المواعين مواعينين، يعني النهارده بكره، فاهمين؟ بس زي بص بقى، بعد ما ايه غسلت حاجات الفلفل، بصراحه غسلت ايدي اهو، غسلوها كويس جدا عشان الفلفل بس. وهنا بقى ايه، كان ورايا شويه غسيل ابيض، قلت بقى ايه اشغلهم كده واشغل الغسالة عليهم عشان برضو ايه اخلص. وده كان يومي يا حلوين. ان شاء الله الروتين ده يعجبكم، يبقى خفيف عليكم، ولو وراكي اي حاجة قومي اعمليها عشان تخلصي منها، ولو في حاجة في التلاجة كده طلعيها وخلصي منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.